لما بنيجي نبص على اعلان زي الاعلان ده مثلا لشركه دومتي، هنلاقي ان هم كاتبين عندهم عملنا اللي ما يتعملش او عملنا اللي ما اتعملش. ده معناه ان احنا سابقين، فده اولا حسس الناس ان هم مختلفين وسابقين. ده رقم واحد. رقم اتنين، ظهر لك كذا شكل من اشكال المنتجات اللي الناس كانت عايزه تجربها، عايزه تجرب اطعم جديده، اطعم مختلفه. فبالتالي ده حسس الناس بحاله من الاستكشاف، حاله من المغامره، حاله من الحب للموضوع. رقم ثلاثة، لما يحسسك ان ده جديد فانت هتبقى من الناس الاوائل اللي بيجربوا الموضوع ده، بالتالي انت ممكن تدينا رايك بشكل او باخر، فحسسك ان انت جزء من الموضوع ده. طبعا هم بيستخدموا هنا بعض التكتيكات، زي تكتيك ان هم سبقوا، زي اللعب على الفضول، زي اللعب على الاستكشاف، وفي نفس الوقت الموضوع ممكن يبقى في متناول الجميع. ايه رايك لو انت جربت مش هتخسر حاجه؟ ده بالنسبه لهم. فديت من ضمن استخدام تكتيكات التسويق النفسي، سواء كانت في منتجات محليه زي ما اتفقنا او منتجات عالميه.